كشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا بمنتدى فرثتان أن الجيش الجزائري قتل شابا صحراويا حاول الهروب من معاناته بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن عائلته تتهم السلطات الجزائرية بسرقة أحشائه. بداية القصة وفق المنتدى كانت في يوم الأحد 12 مارس من السنة الماضية، عندما حاول الشاب سعيد علي شعبان من قبيلة رقيبات ولاد داود مغادرة مخيمات تندوف دون ترخيص رسمي رفقة أصدقائه بحثا عن أمل جديد خارج القيود المفروضة. وخلال توقفهم على الطريق فاجأهم الجيش الجزائري بإطلاق الرصاص الحي عليهم مباشرة، رغم أن سيارتهم كانت متوقفة وكانوا خارجها، ما أسفر عن إصابة سعيد بجروح خطيرة. وأوضح المصدر بأنه جرى نقل الضحية صوب أحد المستشفيات الجزائرية بتندوف، لكن ما حدث لاحقا كان صادما، حيث قيل للعائلة إن سعيد توفي وأنهم لن يستلموه إلا في الساعة 2 ظهرا. وعند محاولة عائلة تسلم الجثة أبلغوا بأن الجثمان سيخضع لإجراءات طبية لنزع الرصاص من جسده، وأنهم سيسلمونه لهم بعد العصر. وعندما تسلموا الجثة طلب منهم الطاقم الطبي أن يدفنوه مباشرة، وبأنه جاهز للدفن بعد التغسيل والتكفين داخل المستشفى. يضيف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف: لاحظ من يحملونه بأنه خفيف الوزن كالريشة، فقرروا الاطلاع على الجثة وفتح الكفن، فاكتشفوا الصدمة حين وجدوا الجثة خيطت بطريقة بدائية، وأن الأعضاء الداخلية قد سرقت بالكامل، وأن جسدي بالداخل يشبه شكوى حليب فارغة، في مشهد أثار غضبا وحزنا عميقين. تعليقا على ذلك تقول أخت الضحية: لقد خسرنا أخانا بطريقة وحشية، فالجيش الجزائري لم يكتفي بقتله بل سرق أعضائه وكأنه كان مجرد سلعة، مضيفة: نحن نعيش ظروفا قاسية في المخيمات، والشباب يحاولون الهرب من هذا الواقع، لكن الرصاص دائما في انتظارهم. الجيش الجزائري لا علاقة له بالسلام ولا بالإنسانية، يقتل بوحشية عمياء ولا يتوانى في الإجهاز على الصحراويين بسبب أو بدون سبب. نناشد العالم التدخل لأننا نخضع للتقتيل الجماعي والفردي دون حسيب ولا رقيب. ويؤكد المنتدى أن مخيمات تندوف تحولت إلى سجن مفتوح لساكنتها الذين يعانون من البطالة وانعدام الفرص والفقر المدقع، مشددا على أن كل المحاولات الفردية أو الجماعية للخروج بحثا عن العمل أو التنقيب عن الذهب تقابل بالعنف المفرط. وقد وثق منتدى فرثتان مرات عديدة شهادات متكررة تؤكد أن الجيش الجزائري يطلق النار بلا رحمة على كل من يحاول تجاوز حدود المخيمات. أقدم الدورية التابعة للجيش الجزائري يوم الجمعة الماضي على التوغل في الأراضي الموريتانية تزامنا مع زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المملكة المغربية وإجراء محادثات مع الملك محمد الثالث، أسفرت عن الاتفاق على التنسيق فيما يخص المبادرات الاقتصادية الملكية بإفريقيا. الجيش الجزائري برر توغله في الأراضي الموريتانية وفق صحف موريتانية بأنه يبحث عن إرهابيين محتملين، لكن مناقبون عن الذهب في ولاية ترزمور شمال موريتانيا صرحوا في تسجيلات صوتية بأنهم تفاجؤوا يوم الجمعة الماضية بمحاصرتهم من طرف دورية عسكرية جزائرية أثناء قيامهم بنشاطهم المعتاد في التنقيب عن الذهب في منطقة تقع تحت السيادة الكاملة لبلادهم. صحيفة الأنباء الموريتانية ربطت ما أقدم عليه الجيش الجزائري ما سماه احتفالية خاصة خصصها عاهل المملكة المغربية الملك محمد الثالث للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الملكي بالدار البيضاء، معتبرة أن رد السلطات الموريتانية بالتجاهل وعدم الرد المباشر رسالة واضحة موجهة إلى القادة الجزائريين. رسالة السلطات الموريتانية إلى قادة الجزائر:
وفق الصحيفة المشار إليها مفادها أن موريتانيا تدرك الأوضاع المتوترة داخل الجزائر، وأن قيادتها الأخيرة تريد تصدير ذلك التوتر بأي شكل وإلى أي جهة، خاصة بعد اتساع رقعة انتشار حملة مانيش رادي التي أطلقها عدد من الشباب الجزائري للتعبير عن رفضهم للأوضاع التي تعرفها البلاد. ويؤكد المصدر ذاته أن موريتانيا لم تقبل حجة الجيش الجزائري بأن دوريته كانت بصدد ملاحقة إرهابيين أو مهربين، وأن الذي حصل مجرد حادث حدودي معزول، مشددا على أن ذلك مجرد مبررات خرقاء غير مقنعة قدمها الجيش الجزائري لدورية الدرك الموريتانية التي وجد في طريقه، معترفا أنه لا يستطيع التمييز بين المنقبين المحليين عن الذهب والإرهابيين، وأن ضعف شبكة الاتصال لم يتح لهم إمكانية التواصل مع الجيش الموريتاني. يشار إلى أن دورية من الجيش الجزائري توغلت في الأراضي الموريتانية بعمق 8 كيلومترات يوم الجمعة الماضية، تزامنا مع المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع الرئيس الموريتاني الذي حل بالمملكة المغربية في زيارة خاصة. استدعت وزارة الخارجية النيجيرية القائمة بالأعمال في سفارة نيجيريا بالبلاد احتجاجا على ما وصفته محاولات زعزعة الاستقرار. وأوضح بيان لوزارة الخارجية النيجيرية بث عبر التلفزيون الرسمي أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات، فإن من المؤسف أن نلاحظ أن نيجيريا لم تتخلى عن العمل كقاعدة خلفية لزعزعة استقرار النيجر بالتواطؤ مع بعض القوى الأجنبية وشخصيات من النظام السابق الذين توفر لهم اللجوء. ووجهت السلطات النيجيرية اتهامات في الأجهزة الأمنية في نيجيريا بالتورط في هجمات استهدفت خط أنابيب النفط النيجر بنين. وكان رئيسا أركان جيشي البلدين قد اجتمعا نهاية غش الماضي في نيامي، وتعهدت نيجيريا بالمناسبة بعدم زعزعة استقرار النيجر أو أي من جيرانها، في حين أكدت النيجر استعدادها لاستئناف المشاركة النشطة في إطار التعاون العسكري من خلال القوة المشتركة متعددة الجنسيات التي تقاتل المجموعات المسلحة في المنطقة. وتوترت العلاقات بين البلدين الجارين منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في أواخر يوليوز 2023 بالرئيس النيجيري السابق محمد بازوم، وفرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس عقوبات اقتصادية على النيجر. وفي إطار تلك العقوبات أغلقت نيجيريا الحدود مع النيجر، كما علقت إمدادها بالكهرباء في وقت تعتمد فيه نيامي على أبوجا بنسبة حوالي 70% من احتياجاتها الكهربائية. فيما رفضت نيجيريا اتهامات جارتها النيجر بزعزعة الاستقرار وسط توتر للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي بيان للخارجية النيجيرية نفت نيجيريا أي تورط لها في أعمال عدائية ضد جارتها التي يحكمها مجلس عسكري. وجاء رد أبوجا بعد أيام من استدعاء وزارة خارجية النيجر القائمة بأعمال سفارة نيجيريا في نيامي وإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة. ولتخفيف الضغط على دولة النيجر في إنتاج الكهرباء، سارع المغرب إلى تدشين محطة توليد الكهرباء جلالة الملك محمد السادس التي قدمتها المملكة المغربية كهدية لجمهورية النيجر تنفيذا لتوجيهات سامية من الملك محمد السادس. وأقيم حفل التدشين تحت رعاية اللواء عبد الرحمن طياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن بالنيجر، وترأسه الوزير الأول النيجيري وزير الاقتصاد والمالية علي مهامان. كما حضر الحدث وفد مغربي رفيع المستوى يضم محمد متقال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب علال العشاب سفير المغرب لدى النيجر. المحطة الواقعة في المنطقة الصناعية كامغالي بنيامي تبلغ طاقتها الإنتاجية 22.5 ميجاوات أمبير،
ومزودة بأحدث التجهيزات، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحسين تزويد النيجر بالطاقة الكهربائية وتعزيز السيادة الطاقية للبلاد، خاصة في ظل الأزمة الطاقية الحادة التي تعاني منها النيجر. هذا المشروع يعكس عمق العلاقات الثنائية بين المغرب والنيجر، ويبرز التعاون الأخوي والمبادرات التضامنية التي تهدف إلى رفاه السكان بدولة النيجر. كما يعد المشروع جزءا من الرؤية الطموحة للملك محمد الثالث لتعزيز التنمية البشرية المستدامة في إفريقيا، ويأتي ضمن سلسلة مبادرات مثل المبادرة الملكية لتسهيل وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. وعلى إثر هذه الأزمة الدبلوماسية، فإن أنبوب الغاز الجزائرية في مهب الريح، بالنظر إلى ما وقع من أحداث سياسية في النيجر التي أثرت بشكل كبير على مشروع الغاز لاغوس الجزائر، الذي يعتبر مشروعا فاشلا لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع مقارنة مع نظيره المغربي الذي يحظى بدعم دولي. تعتبر قناعة لدى جميع الخبراء الأمنيين والاقتصاديين بالعالم، على اعتبار أن هذا المشروع يمر بمنطقة حساسة تعج بالحركات الإرهابية والحركات الانفصالية، ولا يمكن لهذا المشروع أن يصمد من الجانب الأمني. وأضاف المتحدث أن التخطيط الفاشل للجزائر لا يشجع الشركات الدولية بما في ذلك الشركات النيجيرية على الاستثمار في هذا المشروع بسبب الاستثمارات الضخمة المطلوبة، وعدم القدرة على المغامرة بسبب عدم اليقين حول نجاح المشروع. من ناحية أخرى، يحظى مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بمزيد من النجاح، لأنه يمر بمنطقة آمنة وقد حظي بتأييد من العديد من الشركات والدول، مما سيعود بالنفع على المغرب ونيجيريا وأوروبا ودول أخرى في إفريقيا الغربية. ومن الناحية السياسية والأمنية والتقنية، ما يقع في النيجر من عدم استقرار يزيد من مخاوف نجاح هذا المشروع الذي تحاول أن تروج له الجزائر، ومن شبه المستحيل أن يتحقق على أرض الواقع، سواء بسبب الأحداث الأخيرة التي توجت بهذا الانقلاب، أو كذلك فيما يتعلق في انتماء دولة النيجر إلى منطقة الساحل والصحراء التي تعاني هشاشة أمنية وهشاشة سياسية وهشاشة اقتصادية تجعل من المشروع الجزائري مستحيلا.